لامين يامال يخدع الحكم، والفار المعطل يمنح برشلونة ركلة جزاء من الهوا. كارثة تحكيمية جديدة تهز الليجا ابو الكباتن. برشلونة بيسقط في فخ رايو فايكانو بالتعادل، لكن حديث المباراة ما كانش عن الاداء او الهجوم الكتالوني، بل عن هدية تحكيمية مثيرة للجدل. في لحظة فارقة لامين يامال بيسقط داخل منطقة الجزاء، والحكم ماتيو بوسكيتس بيحتسب ركلة جزاء صادمة بالنسبة للجماهير. لكن الكارثة الاكبر ان تقنية الفار اتعطلت في نفس اللحظة لتعتمد اللقطة كما هي. طبعا يا ابو الكباتن مشجعين ريال مدريد غضبوا جدا وسخروا من اللقطة دي، وقالوا ان لامين يامال وقع دون اي تدخل حقيقي وانه ممثل كبير، وقالوا كمان ان برشلونة بطل الدوري من دلوقتي، ووصفوا ان اللي بيحصل ده فضيحة الموسم وليجة نجريرة، وقالوا ازاي خلل تقني زي ده يحصل في اقوى دوريات بالعالم، قرار حكم غريب. كمان مشجعين برشلونة نفسهم في حالة صدمة واحباط من الاداء والجدل اللي بيغطي على الفريق. هل هي يا ابو الكباتن مجرد غلطة تقنية، ولا الليجا على اعتاب موسم كارثي مثير للجدل؟